كاين جزائري راه يتحوس عليه الامريكان وفرنسا راح تسلمو. هو جزائري واسمه سامي دي، مول 39 سنه، راهو غوشيرشي والدنيا راهي مقلبه عليه. الامريكان يتحوس عليه وهو متهم بالاحتيال الالكتروني. قالك بين 2017 و 2020 كان يدور لي لون دومين ويعاود لهم البيع شحال بين 600,000 و 2 مليون دولار برك. حمزه بن دلاج صغير. المدعو سامي راهو حاليا في فرنسا وراهو مدايرينو الخلخال غسيل الكترونيك. هو كان عايش في دبي وتنحكم في 2024 في باري. الامريكان رايحه تحكم عليه 207 سنين، وكان يعيش حياته 5 خطرات وما يوفيهمش، لانه الامريكان تحكم 20 سنه على كل عمليه احتيال الكتروني. تسمى دير حسابك زيد لهم عامين تاع انتحال هويه تاع جوج في ليتا دو فيرجيني في 2021، وليتا دو فيرجيني هي الولايه اللي خرجت له فيها الموندا داغي. زيدوا لها 5 سنين تاع تزوير امضاءات، 207 سنين. هذاك هو الحساب. سامي بطبيعة الحال راهو متهم، وإذا ثبتت عليه التهمة يقدر يسلك في 2 حالات. الامريكان تخفض له التهمة تاعو كيما وعداتو لو كان يعترف بالجرم، وينقصوا له 58 يوم في كل عام، تسمى تحبط له حتى 176 عام. لا يكتر خيركم. وفي الحالة الثانية يخرج بعفو رئاسي من عند عمي ترامب. لافوكا تاعو دافيد أوليفي كامينسكي راهو يقول باللي الموكل تاعو بريء وانتحلوا له هويته في وقت مضى، يعني راهم غالطين في السيد. وقال باللي لو كان فرنسا تسلموا للامريكان ما راحش يتسجن في ظروف تسمح ولا تراعي حقوق الانسان. هذه هي حكايه سامي دي اللي لو كان فرنسا ترحلوا للامريكان راح يروح في 60 داهيه. المهم ماذا بيا تكتبوا لهم كومونتير الى تعرفوا دي بيست وين نقدروا نشريو لي نون دومين.